هذه تمورا يذهن تونس تامور الناغ تامازيغت تامقيت الناغ تامقيت الناغ تونس تامازيغ أنسوف يسون ذيك تونس. في تونس الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية ستنظم مجموعة من الفعاليات والأنشطة تزامنا مع هذه الاحتفالية. الأمازيغية هي جزء من تاريخنا ومن حضارتنا في تونس، والأمازيغية كما قلت هي جزء من هويتنا التونسية. أزول وتيمسيوين الأستاذ كيلاني بوشهوة رئيس الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية. ما نعرفش نطقتها صحة ولا لا أستاذ كيلاني؟ أهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. ازول أزول ديمنسيوين وسكس امجاز لكل الامازيغ وكل التوانسه من الشمال الى الجنوب وكل سكان شمال افريقيا. هذه ست ما قلتها السوكاس اميغاس اللي هي بمعنى سنه جديده وسنه مباركه عليكم جميعا وكل طبعا من يحتفي بالسنه الامازيغيه. وفي تونس سنحتفي قريبا بهذه السنه الجديده كما قلت، ليس فقط في تونس، الاستعدادات في تونس، في المغرب، في الجزائر، في ليبيا، واهداف وطبيعه انشطه هذه الجمعيه. سيد كيلاني. شكرا استاذه. الجمعيه التونسيه للثقافه الامازيغيه هي الجمعيه الام بالنسبه للجمعيات الامازيغيه في تونس. تاسست في اوت 2011 وهي طبعا معناها تناضل من اجل الحقوق الثقافيه للامازيغ، منها حمايه اللغه الامازيغيه من الاندثار، حمايه المعمار، تشجيع البحوث والدراسات المتعلقه كله بالثقافه الامازيغيه من عادات من لغه ومن معمار. هذا هو الجمعيه التونسيه للثقافه الامازيغيه. علما انه يعني استاذ كيلاني انه جزء من هذه الثقافه مازال عايش معنا بطريقه او باخرى، حتى وان كان من دون ادراك، يعني حتى في مصطلحاتنا وفي لهجتنا التونسيه اليوميه، يعني عايشه فينا الامازيغيه وحاضره فينا في وشامنا، في نوع من لباسنا، في عديد مصطلحاتنا، دشره، علوش، فكرون، ببوش او فلوس. شنتي برشا كلمات احنا اليوم نقولوها وما نعرفوش ليه اصلها امازيغي. يعني شئنا ام ابينا جزء من هذه الحضاره ومن هذا الارث وهذا الموروث الحضاري عايش فينا. وهذه الجمعيه وغيرها من الجمعيات هي من الجمعيات اللي من شأنها انها تحافظ وتحيي هذا الموروث. طبعا الامازيغيه عايشين معها وعايشه فينا. على مستوى الجغرافي احنا نعيش في منطقه تاريخيا معروفه، معناها سكانها الاصليين هم اللوبيين والبربر. نتحدثوا على شمال افريقيا ككل. على شمال افريقيا طبعا، من غرب النيل حتى المحيط الاطلسي، ومن الشمال من البحر المتوسط حتى الصحراء، منها بما في ذلك شمال بوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ويسكنوا الامازيغ التواري. نعم. هذا على المستوى الجغرافي. على المستوى التاريخي العلاقات تعني طبعا معناها شمال افريقيا عاش نفس تقريبا الاحداث، وكذلك يعني العادات والتقاليد اللي هي معناها امازيغيه بامتياز، على مستوى الاكل، على مستوى اللباس التقليدي، على مستوى الوشم، على مستوى البرنوس والجده وكل معناها المنسوجات من كليم من زربيه فيها رموز امازيغيه تحكي على التاريخ، تحكي على الهويه، تحكي على الثقافه الامازيغيه. بالتالي يعني حاجه عاديه ان تلقى مفردات امازيغيه في اللغه في اللهجه الدارجه، وكذلك حتى القواعد الصرفيه والنحويه نتاع اللهجه الدارجه هي تخضع للقواعد اللغه الامازيغيه. جميل. يعني ومن الجميل أن نحيي بعض هذه العادات ونحيي بعض مميزات هذه الحضارة وهذه يعني الخصوصية اللي تميزنا في شمال أفريقيا وتميزنا في تونس، اللي قلت هي اليوم من حقنا باش نقولوا مهد الحضارات. لما نحكيو مثلا عن الحضارة القبسية اللي ترجع بنا تقريبا ما يقارب 10,000 سنة قبل الميلاد. اليوم الجمعية هذه تحتفي وتحيي هذه العادات من خلال العديد من الأنشطة، هكا ولا أستاذ كيلاني؟ طبعا. يناير أو رأس السنة الأمازيغية. السنة الأمازيغية هي يعني تثبت أو تظهر ارتباط الإنسان الأمازيغي بالأرض هذه،
درايته الدقيقة بخصائصها المناخية والفلاحية والجغرافية. هيك علاش السنة الأمازيغية سنة فلاحية بامتياز، قبل ما تكون لا احتفال يعني لا ديني ولا عرفي ولا غيره. هو يقال انها احتفال بعيد الطبيعة والحياة الزراعية والنهضة طبعا. والوفرة بمفهوم الوفرة طبعا. في علاقة بالخصب والطبيعة. نعم طبعا بالضبط. علاش؟ خاطر السنة الأمازيغية تبتدئ يوم 14 جانفي اللي هو حلول الليالي السود. الليالي السود اللي هو معناها بداية الموسم الفلاحي وانتهاء السبات الشتوي. دونك معناها الموت نخليه ونبدأ في الحياة. نعم. دونك هذا هو يناير والاحتفال به. طبعا مسألة 2975 سنة هذه نرجعوا لها كيف نقل احنا منطلق الاحتفال بالسنة هذه ورمزية التاريخ. علاش بدأت الاحتساب من وقتها؟ علاش رجعنا للعام هذاك؟ علاش رجعنا؟ كل شعوب العالم والأمم القديمة عندها يعني التقويم تاعها ينطلق من حدث تاريخي مهم. وهذا معناها معروف. مثلا التقويم الهجري ينطلق من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. التقويم الميلادي من مولد عيسى عليه الصلاة والسلام وغيره. بالتالي التقويم الأمازيغي تم الاتفاق أنه نرجع نفس التاريخ، يعني 14 جانفي نرجع 975 سنة قبل الميلاد، نلقاو حدث اعتبر ويعتبر معناه هام جدا تاريخيا، وهو اعتلاء أمير أمازيغي عرش مصر وتكوين هو شيشناق مزور، يعني شيشناق الأول مزور معناه الأول بالأمازيغية. وكون يعني الأسرة 22 الفرعونية 22 وتواصل الحكم الأسر الأمازيغية 200 سنة على عرش مصر. هذا هو معناها علاش 2900 رمزية التاريخ والأساس الاختياري. نعم. السنة الأمازيغية هي سنة فلاحية. هذا اللي يجب معناها يفهموه العباد ويقتنعوا به العباد. هي سنة فلاحية اللي يقولوا عليها على التقويم العجمي هو التقويم الأمازيغي. وثم رجعتوا بتاريخ عنده علاقة بمصر واعتلاء وشيشناق الحكم، الشناق الأول الحكم. هل عنده علاقة بالفلاحة في مصر بحركة النيل؟ يعني فما علاقة بالفلاحة في مصر أو فقط في علاقة بالحدث يعني؟ لا عنده علاقة بالحدث فقط. لأنه مصر عندها مناخ آخر غير مناخ اللي موجود في شمال أفريقيا. مصر ما تعتمدش على الأمطار ولا تعتمد على النيل. وتونس شمال افريقيا معناها خاصه ليبيا تونس والجزائر المغرب عندها جغرافيا نتاعها وعندها مناخها اللي معناها يميزها. الامازيغي عايش من آلاف السنين ويعرف كل كبيره وصغيره فيه ويعرف اللي 14 جانفي هو دخول الليالي السود. نعم. إذن هذه تاريخية الاحتفال أو الحدث الرمز اللي على أساسه تم اختيار التاريخ هذا، ونذكره هو تاريخ اعتلاء شيشناق الأول عرش مصر وهو أمير أمازيغي. حتى نبين هو يعني أمير أمازيغي من يعني أصول مصرية مش في أصول تونسية. من أصول ليبية. من أصول ليبية واعتلاء عرش مصر. خاطر الأمازيغ كانوا في علاقة كبيرة، علاقة مع جيرانهم، علاقة مع مصر. علاقات يعني اقتصادية واجتماعية موجودة، وكانت عندهم علاقات مع أفريقيا كذلك. معناها كانت موجودة علاقات، وكل هذه الحضارات هذه أثرت على السكان الأصليين كما يعني معناها الحضارة الأمازيغية أثرت، وهو الدليل معناها اعتلاء شيشناق لعرش مصر. نعم. فما قراءة أخرى أستاذ كيلاني أنه رجعتوا بالتاريخ لاعتلاء شيشناق الأول عرش مصر رمز للقوة والسلطة. يعني فما الطرح الأول اللي هو في علاقة بالطبيعة وبالحياة وبالموسم الزراعي والفلاحي، لكن فما قراءة أخرى أنه رمز القوة والسلطة. يعني صحيحة القراءة هذه ولا يعني؟ قراءة صحيحة. طبعا ديما الأمم تقوم بحدث هام، يعني حدث هام عنده رمزيته وعنده يعني مفهومه على معناها على تاريخها وعلى تطورها. يعني هذا علاش معناها تم اختيار الحدث هذا، لأنه حدث عنده أهميته التاريخية. نعم.
المنطلق هو الأهمية التاريخية، لكن أكيد هناك خصوصية. يعني الاحتفالات تبدأ تقريبا متزامنة في هذه الأيام، تقريبا من 12 جانفي يناير بالنسبة يعني للأمازيغيين يعني، وتتواصل إلى اليوم اللي هو 14 جانفي. وفي أغلب الأحيان يكون هناك 3 أيام تقريبا الاحتفالات. لكن أكيد في تونس عندنا خصوصية تميزنا سيد كيلاني. ماذا يميز الاحتفال بالسنة الأمازيغية في تونس؟ في تونس طبعا لازم نمشيو للمناطق اللي مازالت محافظه على اللغه وعلى التقاليد الامازيغيه باش نعرفوا يعني كيفاش يحتفلوا به. يعني لازم نمشيو للقرى الامازيغيه اللي مازالت موجوده خاصه في الجنوب. في الجنوب موجودة. اي مازالت طبعا. معنا عندنا قرى ناطقه، عندنا 6 قرى ناطقه في تونس اللي هما زراوه وتمزرت وجوت وشنني والدويرات وقلاله في جربه. يعني الاحتفال هو بسيط، يعني بسيط جدا. هو الاحتفال بالحياة ببداية الموسم الفلاحي. ثم أكلات معناها خصوصية، مثلا الكسكسي بالفول وبالخضر، ومعناها اجتماعات عائلات، سهرات عائلية، وكذلك معناها ثم توزيع الأكلات بالناس المحتاجين، معناها كرمز للتكاتف معناها التضامن الاجتماعي. هذا هو معناها يعني في التقاليد. هذه هي الاحتفالات. معناها ما عندهاش صبغه يعني احتفاليه كبيره كما معناها متعارف عليه معناها في احتفالات يعني اخرى، شعوب اخرى. فما كلمات العائلية اللي فيها اللبسة التقليدية الأمازيغية، وأجواء تكون أمازيغية بحتة، يعني مش فقط من حيث المنطوق لكن أيضا من حيث اللباس، من حيث الغذاء كما كنت تذكر لنا سيد كريم. ما فيش شك. واليوم اللباس التقليدي الامازيغي كيفاش مازال نحيو فيه في بلادنا؟ يعني انا مشيت للجزائر مثلا وموجود، يعني تلقاه في الصناعات، يعني في المعارض الصناعات التقليديه او في المحلات موجود اللباس الامازيغي. بعدها بفتره صغيره كيف لقيته عندنا في المدينه العربي في تونس العاصمه نفس الزي تقريبا من مصر من الجزائر لقيته في تونس. هل هناك يعني محلات او يعني حرفيات يحافظوا على احياء الموروث اللباس هذايا الامازيغي مع خصوصيته في تونس؟ يعني احنا الازياء التقليديه في كامل ربوع الجمهوريه هي ازياء امازيغيه كما المليا. يعني اللبس نتاع العروسه في المهديه، أي. والعروسه التوجهوسيه والعروسه الزرويه والعروسه القادسيه اللبسه نتاعهم امازيغي. اللباس نتاع الصبايا الحولي ومعناها والحولي اللي تزينوا به الالوان الزاهيه هيك لبسه امازيغيه. الاوشام اللي يوشموا بهم معناها والرموز اللي يتزينوا بهم لليوم العرايس في الساحل وفي نابل لليوم يوشموا العروسه يعني في فوطيتها نقولوا او في حنتها يعني في سهريتها يعني. نعم. الجبه والشاشيه امازيغيه، البرنوس امازيغي، الحولي الحرير امازيغي. كل اللباس التقليدي في تونس من الشمال الى الجنوب هو امازيغي، لا شك في ذلك. ما فيش حتى معناها نقاش او جدال. لكن هناك بعض الألبسة المخصوصة، يعني فما نوع من جبيب الخاص أو روب نقولوا احنا الفساتين الخاصة مع كل الزينة الحرج الخاص، يعني فما ما يميز يعني هذا نوعية القماش كذلك المستخدم سيد كيلاني. كل منطقة عندها يعني اللبس تاعها اللي تمتاز به. مثلا اللبسة في العروس، اللبسة بتاع العروس التوجهوسية مش كيما اللبسه نتاع الدويريه، ثم اختلافات. اللباس بتاعنا احنا في تونس يختلف عن اللباس نتاع الاخوه في القبائل. عندهم لبسه القبائل يعني في الجزائر نحكي في الجزائر كما يختلف عن اللباس التقليدي بتاع الريف في المغرب ولا منطقه السوس. طبعا خاطر فما تباعد جغرافي كبير يعني خلينا نحكيو على الاف الكيلومترات. نعم. وهالاختلاف هذا نعم الاختلاف هذا في الشكل الخارجي فما زاد منه اختلاف على مستوى المنطوق، يعني في بعض المصطلحات يعني مش نفس الأمازيغية اللي في تونس هي نفسها اللي في ليبيا أو في المغرب أو في الجزائر. شوف المصطلحات اللي متعلقة بالطبيعة وبالفلاحة وبالكون وبالفلك هي نفسها. معناها اللي نقولوا تفوت على الشمس راهو تفوت موجود
في كامل شمال افريقيا. نقولوا اضطر انذار كيف نقولوا مثلا الليل ولا يعني بعد ثم تطور معنا الحياه طبعا ثم اختلاف في بعض الالفاظ نظرا للبعد الجغرافي. احنا في تونس هنا مثلا اللهجه القابسيه مش كما اللهجه نتاع الساحل، اختلافات. نعم صح. فذلك معناها بمسافات طويله جدا. بالتالي والحاجه الهامه كونه كل اللغه الامازيغيه نفس القواعد الصرفيه والنحويه في نفوسها في ليبيا كما في تنظرت في تونس كما في القبائل في الجزائر كما في الاطلس في المغرب. في المغرب. الاختلافات كان في بعض الالفاظ طبعا والمصطلحات. الخصوصية الجغرافية وخصوصية طبعا التاريخية في المنطقة. إذا نحن الاحتفالات باش تكون في تونس نهار 12 باعتباره يوم أحد كيف ما قلت لنا في الكواليس، لكن الاحتفال الرسمي هو نهار 14 يناير وتسميوها يناير هكا بالشدة الضعيفة هكا شدة خفيفة على النون هكا. يناير. دونك عندنا احتفالات احنا نهار 12 باعتبار نهار 12 يوم احد، بالتالي ممكن الاخوه يحضروا. كل المغرومين المهتمين بشان الامازيغي هي تظاهره معناها بالاشتراك مع ثلاث جمعيات: الجمعيه التونسيه للثقافه الامازيغيه، جمعيه تناجيد، وجمعيه تموند. يعني نهار 12 في مدينه العلوم بتونس في تونس طبعا، انطلاقا من الساعه 9:30 عندنا 3 محاضرات يأمهم معناها مختصين. المحاضره اللي تحب نقول نعطيك معناها شنو من المحاضرات. تفضل. المحاضره الاولى في الدكتور منصور باقي حول مساله شيشناق ومثل 2975. يعني عملنا محاضره حول المساله هذه، مساله تاريخيه في علاقه بالامير الامازيغي شيشناق الاول. نعم. رجع هذه المساله التاريخيه. نعم. ويعرفوا معناها شنو هي الملاحظات وشنو هي ينجموا يحضروا ويستمعوا ويتمتعوا بالتدخل الدارسي منصور. عندنا بعدين مداخله الاخت مهاجرين حول معناها الاليات الممكنه للدفاع على الحقوق الثقافيه للامازيغ. وعندنا مداخله للاستاذه امال بن عمار القعيد اللي اصدرت الكتاب حول معناها وصول التونسيين. المحاضره اسمها جينيتيك في استوار دي بيبلمون دو لا تونيزي. هذوما 3 محاضرات. وعندنا طبعا الاخ حمد الزروي اللي هو فنان امازيغي، فنان راب امازيغي باش يامن معناها فقرات موسيقيه غنائيه في هذا اليوم. نعم. وعندنا معارض نتاع بعض الحرفيات وكذلك ورشه لتعليم معناها الصغار كتابه الديفينات. هذا هو النشاط نتاعنا بقدرة الله يوم. عندي سؤال استاذ كيلاني، علاش اخترتوا العاصمه في الوقت اللي مثلا فما القريه العلميه التابعه لمدينه العلوم في تطاوين مثلا؟ علاش اخترتوا العاصمه؟ علاش بعدتوا يعني ونعرفوا رمزيه القرب يعني ومساله القرب الجغرافي، علاش بعدتوا على الجنوب التونسي واخترتوا العاصمه في الاحتفاليه هذه؟ احنا للترويج للغه وللخصوصيه الامازيغيه ام ماذا يعني؟ احنا الاحتفالات معناها تصير في الجنوب، وداير عندنا احتفال في جربه في نفس اليوم يوم 12/13 يأمنوه معناها فنانين من تونس وليبيا بمناسبه الاحتفال بالسنه الامازيغيه. ربما ثم احتفال زاد في طنجة، ولكن حبينا زاد احتفال في العاصمه لان العاصمه هي مركز الاداري معناها والثقافي في تونس، ويلزم سكان العاصمه يحتفلوا بيناير مع يشاركوكم هذه الاحتفاليه. نعم. على خاطر تونس العاصمه فيها ناطقين. تونس العاصمه بفعل الهجره الداخليه. نعم. يعني فما نسبه كبيره من الناطقين موجوده تعيش في تونس هنا. العاصمه. نعم، في تونس الكبرى. نعم. هذا هذا هو الموعد من ان شاء الله يوم الاحد 12 يناير خلينا نقولوا في مدينه العلوم بتونس العاصمه. انطلاقا من اي توقيت الاحتفاليه تبدا استاذ كيلاني؟ 9:30. دعوه لكل المهتمين، دعوه للناس اللي يحبوا يعرفوا الثقافه الامازيغيه ويفهموا معناها يكتشفوا شويه من اسرارها ومميزاتها ويعرفوا معناها مداخلات يعني قيمه على مستوى علمي ممتاز.
نعم. معناها دعوه لهم باش يكونوا معنا ويحضروا معنا. نذكروهم اللي الاحتفاليه هي احتفاليه السنه الامازيغيه الجديده 1975 احتفال يناير. نعاود نقول مره اخرى اسوكاس اميغاس كانت السكاس اميغاس اللي كان نطقتها صحيح. كل عام وانتم حيين بألف خير، كل عام واحنا حيين بألف خير كتوانسه ككل. يعني انا نتذكر جدتي لما الوشام اللي كان موجود بكبيرته في وجهه، وهذا اكيد من نجم يكون كان موروث امازيغي. يعني ما اكيد نتشرفوا به ونحتفيوا به كما نحتفيوا بسنه ميلاديه او بسنه الهجريه، او نهنئ شعوب اخرى مثلا في ايران بالسنه الفارسيه وعامهم النوروز. علاش لا ما نحتفلش في بلادنا بالسنه الامازيغيه ونهنيو التوانسه الكل، توانستنا نهنيو شعبنا الكل بهذه السنه الجديده. نعم، هي خامس أقدم تقويم في العالم. نعم. شكرا لك الأستاذ كيلاني بوشهوار، رئيس الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية. كنت معنا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية في حديث عن هذه احتفالية يناير 2975، احتفالية رأس السنة الأمازيغية. كل عام وانتم حيين بخير، وإن شاء الله سنة خير وبركة، وإن شاء الله الموسم الفلاحي يكون ناجح في بلادنا الكل من شمالها إلى جنوبها، وإن شاء الله 2025 أو 2975 يكونوا عامين بالخير والبركة على بلادنا الكل وعلى شعبنا التونسي الكل. شكرا لك مرة أخرى على قبول دعوتنا. مواصلين مع النغمة والكلمة الأمازيغية، وعلى طريقة الفنانين التوانسة اللي يغنيوا باللغة الأمازيغية، والفنانين اللي يغنيوا بالأمازيغية يناير وأغنية رأس السنة الأمازيغية.